مشرفانا ومشرفانا ومنورانا الحبيبة الغالية الواعظة الدكتورة وفاء عبد السلام. عظيمة أخرى من عظيمات مصر، يعني من أساتذة الجامعة اللي احنا بنتشرف بيها كنساء مصر. الحقيقة لها طلة أيضا، طلة إعلامية، وهي رئيسة أهم ملتقى التميز والإبداع العربي، وهي أيضا أستاذ الإعلام بجامعة دمياط. مشرفانا ومنورانا الأستاذة الدكتورة داليا المدبولي، شرفتينا. نقول يعني اللي هو التواضع الشديد، نقول العلم الغزير، نقول يعني اللي دايما بتحب تتوارى، ولكن كلما تتوارى كلما تتقدم أكثر وأكثر. معانا أستاذة بدرجة نائب رئيس جامعة، هي أستاذ بمركز البحوث الزراعية، وهي أيضا عضو لجنة ترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة، وهي أيضا عضو مناقشة وتحكيم الكثير والكثير والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، الأستاذة الدكتورة إيمان صبحي. معنا صاحبة أهم الإصدارات والكتب عن التمكين السياسي للمرأة. معانا من تقوم بدور كبير جدا في محاكاة مجلس الشيوخ من وزارة الشباب والرياضة. معانا الخبيرة في نقول التدريب المؤسسي والإعلامي، وهي أيضا عضو مكتب إعلام محافظ الشرقية الأستاذ الدكتور ممدوح غراب. معانا الدكتورة هند هلال، شرفتينا. أما بقى ده النص الحلو الأولاني هيكتمل بعد وصول الدكتورة غادة على وصول، ولكن عندنا نص حلو تاني انتوا عارفينه، هما بيجهزوا دلوقتي. معانا دايما القاسم المشترك في ملتقى الهناجر الثقافي، معانا فرقة كلكم بتحبوها ودايما تقولوا لي لازم تجيبيها، فأنا قلت لازم أجيبها قبل رمضان لكثرة الرسائل والطلب إن لازم هذه الفرقة، لأن بطاقتها كمان كان سبب قوي من أسباب إن أنا أجيبها الفرقة دي معانا في هذا الملتقى، لأنها القائد امرأة تقود الفرق امرأة، وبتقود الحقيقة فرقة فيها مئات السيدات، ولكن جبنا جزء من الفرقة أساتذة عازفين، أساتذة في الجامعة عازفين، وهي أيضا أستاذة آلة الكمان، ومعها أيضا أستاذ الجيتار وأستاذ الإيقاع. أنا بس مش عايزة أقول أسمائهم لما يكونوا جاهزين. ف سهى، أقول جاهزين ولا إيه؟ عايزة حد يشوف لنا الفرقة جاهزة ولا لأ؟ سميرة لؤى، تتفضلي تعالي. سميرة لؤى. عندنا مثلا أديسون، هو رابع مخترع على مستوى العالم. أديسون هو من قال أمي هي من صنعتني، وطبعا من منا لم تصنعه أمه، ولكن قصة أديسون قصة ملهمة، قصة قدوة أتمنى عليكم قراءتها والرجوع إليها، وهي موجودة ومشروحة بتفاصيلها. عندنا ماذا كان عن عنترة بن شداد هذا الشاعر، هل كان بإمكاننا أن احنا نذكر اسمه أو نقرأ حتى قصائده دون ذكر أمه زبيدة أو حبيبته عبلة؟ روميو وجولييت، قيس وليلى وكثيرون الحقيقة. هنقول من منا ينسى كلمات حافظ إبراهيم شاعر النيل، بيقول إيه؟ كلنا حافظين مش كده؟ الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراقي. وقال إيه؟ الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. وكلنا أكيد برضو حافظين ودايما بنقول كلمات أمير شعراء فلسطين محمود درويش اللي كان بيقول إيه؟ أحن لخبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي. يقول أعشق عمري. لماذا يعشق عمره؟ لأنه أمه إذا ماتت
أخجل من دمع أمي. هكذا. وهناك الحقيقة حكمتان أتذكرهما دائما وأنا أتحدث عن المرأة. الحكمة الأولى بتقول يظل الرجل، لا، المرأة أوقع، لأن المرأة والرجل يظهر المرء طفلا حتى تموت أمه، فإذا ماتت شاخ فجأة. وهناك حكمة صينية أيضا بتقول إذا أردت أن تخطط لعام فازرع الأرز، وإذا أردت أن تخطط ل10 أعوام فازرع الشجر أطول شوية، أما إذا أردت أن تخطط ل100 عام فعلم المرأة. هكذا تيقظ قاسم أمين في كتابه اللي أصدره في العام 1938 الكتاب الذي يحمل عنوان تحرير المرأة. عندما طالب قاسم أمين في هذا الكتاب بتعليم المرأة وإقامة تشريع يكفل لها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يطالب بذلك لكونها امرأة، لا، لكونها إنسان يحمل عقل يجب أن يحترم. قاسم أمين كان دايما بيقول لما حد بيسأله عن السعادة يقول أنا إذا أردت أن أتخيل السعادة تمثلت أمامي في صورة امرأة. هل قال صورة امرأة جميلة؟ لا، قال تمثلت أمامي في صورة امرأة تحمل عقل وفكر مستنير. قاسم أمين قال في كتابه تحرير المرأة أيضا إذا تحررت المرأة بتحرك المجتمع للأمام، تجعله يتقدم وينمو، فالمرأة هي حجر الأساس وهي السبيل الوحيد لنمو أي مجتمع من المجتمعات. المرأة التي خرجت للمجال العام واشتغلت في المجال العام كان لها نصيب كبير جدا في الفنون. نجد لما طلعت 300 سيدة، لما طلعت 300 سيدة وتظاهرنا مع الرجال أمام مسجد الحسين، كانوا 300 سيدة تقدمنا الصفوف وتصدرنا لرصاص الاحتلال الإنجليزي بقيادة طبعا هدى شعراوي رائدة الحركة النسوية. استشهدت أول شهيدة في العمل النسوي وهي حميدة خليل، وكان ده في اليوم 16 مارس في العام 19 هو يوم المرأة المصرية. سيد درويش على طول الفن دائما وابدا بيوثق ويؤرخ للحدث لحظه بلحظه، بيمشي نقول المبدع المصري ماشي ورا الاحداث زي شاعرنا كده اشرف البنا، بيمشي ورا الاحداث ويوثق لحظه بلحظه. سيد درويش مع بديع خيري وهو كاتب معظم اغنياته قال اليوم يومك يا بنت اليوم، ده وقتك، ده يومك يا بنت اليوم، قوم اصحي من نومك بزياداكي نوم. قال شطاره شاطرين، قدارة قادرين، ومعانا شهادات ودبلومات وبنعرف بوليتيكا ب7 لغات، ليه ما نكونش زي الغربية؟ لما الزعيم جمال عبد الناصر أصدر قرار بتعيين أول وزيرتين في الحكومة المصرية وهي الدكتورة حكمة أبو زيد، وفي ذلك الوقت كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وكانت في العام 56-57، وأول سفيرة مصرية هي الدكتورة عائشة راتب. على طول غنت نجاة وقالت كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، ييجوا يشوفوا الست هي نجحت 100%. لما صدر قانون الانتخابات البرلمانية في العام ذات العام 56-57 وتم تعيين أول سيدتين تحت قبة البرلمان، كانت السيدة راوية عطية والسيدة أمينة شكري، وهما عن غرب الإسكندرية وجنوب الجيزة. على طول شادية قالت يا بنت بلدي زعمنا، قال قومي وجهدي ويا الرجال. وسأختتم مقدمتي هذه وأقول لكم ما يجعلنا فخرا لنا نحن النساء أن الأمة الإسلامية بدأت بامرأة، بدأت بسيدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى بدأت دائرة الإيمان تضم السابقين والسابقات في الإسلام. ويحكي لنا الكتاب المقدس عن مريم أخت موسى وهارون وكيف كانت حكمتها في حماية ورعاية أخيها موسى، وشهداء الكنيسة القديسات التي رفضن عبادة الإمبراطور الروماني وتمسكن بهويتهن الدينية المسيحية وبوطنيتهن عن وعي وإصرار. هذا
قليل من كثيرات جدا جدا لهن أعمالا خالدة في التاريخ المصري القديم والحديث والمعاصر مع المرأة المصرية ومع عظيمات مصر في الماضي والحاضر واستشراف المستقبل. ولكن كما تعودنا بعد الاستماع والاستمتاع بأهم وأحلى الأغنيات مع الفرقة اللي احنا اتكلمنا عليها من دقايق مش من ساعات، القافية حكم معانا الفرقة الجميلة بقيادة المايسترو الأستاذة الدكتورة مروة عبد المنعم. دكتورة مروة أستاذة في كلية تربية نوعية، أستاذة الكمان الفيولين، وهي ابنة أستاذي. يمكن هي ما تعرفش إن باباها دكتور عبد المنعم هو كان بيدرس لي كمانجا وانا لسه في بدايه طبعا مفاجاه، ولقيت لي صوره معاها في فرقه الحرملك، الجزء من فرقه الحرملك الان الدكتور احمد عبد الرحمن وهو عازف الجيتار اللي دايما بينورنا. اما بقى عازف الاله دي انا مش عارفاها بصراحه يعني، بس هي هنسميها الكاخون وهي اله ايقاعيه، الفنان رامي فايز. أما من الأصوات الجميلة اللي احنا هنستمع إليها النهاردة، احنا معانا صوتين، الصوتين مفاجأة. رحاب صالح الحرملك، معانا ندى سيد وهي مفاجأة يومنا النهاردة. الصوت الجميل والأصوات الرائعة اللي احنا هنستمتع بيها مع فرقة الحرملك. يمكن والله مفاجأة للدكتورة مروة وجود ندى، ولكن أنا أعرف تماما وجيدا أن الأذن الموسيقية تستوعب أي أصوات حتى لو كانت على الهواء بدون بروفة وبدون أي حاجة. خلونا نشوف هنسمع لإيه، وبعد كده نبدأ حوارنا مع عظيمات مصر اللي مشرفينا ومنورينا ومع حضراتكم. وأتمنى من السادة الحضور مش لازم العظيمات يتحدثن عن أنفسهن، فأتمنى أن يخرج الرجال ويعني يدلي بدلوه عن عظيمات مصر وعن المرأة المصرية بشكل خاص. أصل الحكاية